بصوا يا جماعه، اكيد انتوا عارفين ان ده مش وقته ان انا اطلع واتكلم. عارفين الحاله اللي احنا فيها، وعارفين ان مامة رضا طبعا شيماء سعيد منهاره جدا وتعبانه، وطلع عشان اقول لكم كلمتين اتنين مع انهم ما كانش ينفع ان انا اقولهم دلوقتي، بس لازم يتقالوا يعني. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحده اتكلمت على قلبها محروق على ابنها، واللي طالعه بتقول دي حاطه روج، دي حاطه بلاشر، دي حاطه عامله حواجبها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، وتشوفيه في اعز ما عندك. في نفسك مش في كل عيالك. واحده عملت في حاجه نفسك. وقالت كلمه هي عارفه كويس هي قالت ايه. حرام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل دي ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام. احنا عمالة ده نسال البيت عنها في البيت على بتاعها. فكره. احنا عندها في عندها البيت. احنا عندها وقاعدين لوحدنا. وبالنسبه لاسماعيل ابو رضا اللي بيقولوا الاغنيه، انت فيك حيل تنزل اغنيه، ابنك لسه ميت ومنزل الاغنيه اغنيه. بقالها سنتين. الاغنيه بقالها خشوا سنتين. اسمعوها. ادخلوا على اليوتيوب. انتوا بتحبوا ترغوا وتتكلموا على الفاضي، بتحبوا تقولوا كتير. قولوا يا بحر الغدر، هتلاقوا الاغنيه بقالها سنتين على اليوتيوب. سنتين اللي ما عندكوش رحمه. وناس معينه كده ان شاء الله باذن الله ربنا هيخلصنا منهم قريب، يا اما فيهم يا اما في صحتهم يا اما في عيالهم. المهم انه هيخلصنا فيهم في اعز ما عندهم، عشان تعرفوا قلبها عامل ازاي على ضناها وقلبها محروق ازاي. وبالنسبه للسوشيال ميديا والحاجات اللي بتنزل على التيك توك، اكيد هي مش قاعده فاضيه تنزل فيديوهات لابنها على التيك توك. ده رقم التيك توك، وانا رديت عليكم باكتر من فيديو. واللي جه وعمل شعره ده وهي رقم عارف ان الشغل. الرقم ده مش رقم شغل، وهي ما بتنزلش اصلا. الرقم ده رقم ما شغلها. بتنزلش شغلها خالص. والبنت اللي موجوده انا بكلمها النهارده في التليفون بقول لها ما تنزليش حاجه، قالت لي انا هفضل طول عمري انزل عشان يترحموا على رضا، مش مامتهم اللي بتنزل. هو احنا اساسا مش فاضيين ومش قادرين ننزل حاجه للولد. مامتهم في ملكوت تاني، ادعوا لها ربنا يقومها بالسلامه، ربنا يصبر قلبها، ينزل على قلبها السكينه والرحمه. حرام يعني. في المستشفى 24 ساعه محاليل. ما يقولوش والله اللي انتوا العظيم بتشوفوه الصبح والله ده. ولا بتاكل تعالوا ولا شوفوها، بتشرب. ايديها اتخرمت من كتر المحاليل. مش لازم بقى تطلع لكم عندها عرايس، بالكلمة. لغت عرايسها كلها ورجعت لهم عربينهم. تمام. اللي انتوا بتتكلموا عليها دي، وحاطه روج وحاطه كحل وحاطه مسكره. تمام. كان عندها شغلها، وقفت شغلها كله. ده رقم واحد. رقم اتنين، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام. رقم ثلاثة، كل شويه عند دكتور شكل. انتوا بقى تعلموا اللي جواها ايه، ولا هي في ايه اصلا؟ انتوا بتزودوا همها. انتوا كلامكم ده كلامكم ده انتوا بتزودوا الجرح اللي الكلام ده عندها. بصراحه هو مش كل الناس يعني، صراحه عشان برضو محدش يلبس والناس على اللي لسانها. بترد برضه على الكومنتات دي مشكوره جدا طبعا. يعني في ناس وقفت معانا، في ناس ما سابتناش في عزا، في ناس بصراحه خرجت حاجات لله كتير جدا. انا من كتر اللي انا شفته على رضا بقول يا رب يجعل خرجتي ربع خرجه رضا، مش نصها، ربعها، من حب الناس للولد. بجد انا ما كنتش اتوقع ان ابن اختي محبوب للدرجه دي. من حب ربه حب في عبده فعلا، وده شهيد وعريس وعصفور الجنه ان شاء الله باذن الله. فحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحده قالت كلمه هتقعد لها في عيالها او في صحتها او في نفسها. ما تشغلوش دماغكم بقى، هو مات ازاي؟ ادعوا له بالرحمه وخلاص. احنا شخصيا اصلا ما نعرفش هو مات ازاي. لما تقولوا وتدعوا له بالرحمه، شكرا على كده. وتدعوا لمامته وباباه ربنا يصبر قلبهم، وشكرا على كده.